هذا وسطرت سوح الوغى بطولات رائد جاسم القطراني بن البصرة الفيحاء، حيث كان رقما صعبا واسما هز الأعداء وأرعبهم في المعارك التي شارك فيها امتثالا لفتوى الجهاد الكفائي المقدس ليلتحق بركب الشهداء سعيدا بما رزقه الباري له من نعيم مقيم في جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نزار العلي وهذا التقرير. تكلفنا بواجب تستشعر وأنت بحضرة المجاهد رائد جاسم القطراني أنه مبتسم مناضل مؤمن بقضيته، حتى هاجس الخوف لا يعرف طريقا لقلبه، فهو يحتضن الشهادة ويتوسدها عطرا ليتعلم رفاقه منه في لواء علي الأكبر كيف يكون الوطن أغلى من الروح، إذ خضبت دماؤه الزكية في جزيرة الخالدية لتبشر بالنصر وتلحق بركب كل شهيد سقط منتصرا في أرض الوغى. هذا الرجل كانت فيه مواصفات القيادة الحقيقية، يعني منذ أن بدأ في الحشد الشعبي كان قائدا، بحيث توسمت فيه الجهات المختصة أن هذا الرجل يصلح لأن يكون قائد، وقاد معارك حقيقة كبيرة، يعني لا توجد معركة لم يشترك فيها الشهيد القطراني، لأنه كان مندفعا دائما، لا يرضى أبدا أن يبقى يعني في الخلف، دائما هو أمام المقاتلين. مو أمر فوج، احنا نحسبه أخونا وين ما نروح وياي، أكلنا احنا وياه، وحتى للجبهة يقول له صلاح لا تطلع الجبهة خاف عليك، انت ابقى هنا أنا ما ندخل، قلت له بعد خل ادخل وياك البيوت، قال لا ابقى انت برا وانا ادخل جوا، وهاي القضية كسر ظهرنا احنا لواء علي الأكبر فوج عاشوراء. القطراني كان حلمه أن يرتقي سلم الشهادة والمجد، وكان يضع روحه بين كفيه من أجل أن تبقى أرض العراق قوية لا تنحني، ويوصي أن يحتضن أحد رفاقه ويتوسد تربته ليكون جنبا إلى جنب. الحقيقة بعد ما استشهد وجدت وصية في جيبه، الوصية أن يدفن بجانب أخوه ورفيق دربه الحاج كنعان سالم العاشور، وهنيئا له الجنة. نحن أقرباء وأخوة هذا الشهيد نقدم هذا القربان منا هدية لهذا الوطن العزيز، متمنية من الله عز وجل أن يوفق جميع المجاهدين لما فيه خير وصلاح لهذا الوطن العزيز، وأن الدم الذي سقط ما هو إلا قطرات من فيض من الندى. ها هم أبناء لواء علي الأكبر، أصروا وصابروا على الجهاد وثاروا على نهج سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وعقدوا العزم أما على النصر أو الشهادة. من البصرة نزار العلي، قناة كربلاء.